السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ان شاء الله بإذن الله يا حبايب قلبي، الفيديو بتاعي معاكم النهاردة عند دورة الفراخ البلدي بتاعتنا. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. قبل اي كلام يا حبايب قلبي، ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم واجبر بخاطرهم وابعد عنهم كل سوء يا رب، ان شاء الله بإذن الله عاجلا غير آجلا يا رب. وانصرهم على اعدائهم، واجعل الايام الجايه كلها جبر خواطر لهم يا رب على اللي شافوه، ويدخل رمضان عليهم ان شاء الله باذن الله كده يا رب وهم في احسن الحال ومجبورين الخاطر ومنصورين ان شاء الله باذن الله. ويرحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، الفراخ بتاعتنا النهارده البلدي بسم الله ما شاء الله. يوم 27 ان شاء الله باذن الله نعيشنا، يعني لسه النهارده 15 في الشهر. ده لسه 15 يعني 12 يوم، 12 يوم يا حبايب قلبي كده يكملوا الشهرين معانا. فزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب، وطعمنا وطعمكم يا رب ان شاء الله باذن الله. الفراخ يعني على الشهرين، او مثلا على الشهرين ال10 ايام هون. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، ربنا يبارك لنا ولكم. فراخ زي العسل وزي الهنا، ربنا يا رب كده يكملها على خير وما يخسرناش ولا يخسر اي حد ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه زي ما انا قلت لكم حبايب قلبي في تربيه الطيور، النظافه تحتهم، الفرشه ناشفه تحتهم، ما تسيبش ميه تحتهم، او ما يعني لو حتى بتنضفي لهم يوم ويوم في الشتاء هتتعبي شويه، بس يعني ايه، الشتاء بالذات غير الصيف. الشتاء لازم الفرشه تبقى دافيه تحت الطيور بتاعتك، علشان لا قدر الله ما تتعبش منك وترجع تتعبك تاني. ده اول حاجه. تاني حاجه التدفئه، لازم الفرخ معاك يبقى متدفي. هتقولي دي فراخ بلدي ومش مهم التدفئه ليه، وهاجي بالليل اقفل عليها النور وخلاص، هي طول النهار بتاكل في نور ربنا وبالليل هقفل عليها وحاجه؟ لا، الفراخ البلدي برضو في الشهر دهوت لازم يا حبيبه قلبي التدفئه ليه، زيها زي الفراخ البيضة. هي بتبقى التدفئة بتاعتها مش شديدة قوي زي الفراخ البيضة، او ما بتبقاش يعني ما انتش عايزة درجة الحرارة عالية قوي، بس برضو لازم يكون في تدفئة للفراخ البلدي بتاعتك الشهرين ده هما بالذات، شهر 1 و2. ربنا يسترها يا رب ان شاء الله بإذن الله. وتاني حاجة التهوية، يعني برضو ما تبقوش حطاهم في حتة برضو مثلا مقفلة قوي وما يبقاش في تهويه، لا يبقى في تهويه برضو للفرخ معاكي متدفي من ناحيه، وفي تهويه برضو مدخلاله، يعني ايه زي ما هقول نسمه هوا كده برضو ايه بسيطه كده تغير برضو ايه، اللي يعني مخليه الاوضه متهويه كده اللي هم فيها، او الخزانه اللي هم فيها، او اي حته انت ايه بتبقى حطاهم فيها. فدي اهم حاجه من عوامل اي نجاح تربيه بعد ربنا ان شاء الله، وبعد ربنا ما بيكرم الواحد، هي النظافه تحتهم ونشفان الفرشه، التدفئه المظبوطه، التهويه المظبوطه. وبعد كده بتسيبها على الله بقى، مادام بتاخدي بالك من الثلاث حاجات دول يا حبيبه قلبي، بتسيبها على الله، وربنا ايه ما يخسرناش ولا يخسركم ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، هتقولوا احجامهم جميله بسم الله ما شاء الله. الفرخ فيهم الوقت يجي كيلو الا ربع، وفيه نص كيلو. آه يعني فيتامينات ايه اللي انت حطيتها لهم، او حاجات ايه اللي انت حطيتها لهم؟ اقسم بالله ما حطيت لهم اي حاجه يا حبايب قلبي غير الفيديوهات اللي كنت منزلاها معاكم. شويه خل في الميه، شويه نشا برضو، يعني مش حاجه مش عشان عندهم اسهالات ولا حاجه، بس وقايه. يعني الواحد ما يستناش مثلا اما التور بتاعته تتعب معاه ولا حاجه، لا هي نشا، هي ما بتضرش، هي بتنفع حتى لو انت حطيتها وهم ما عندهمش اسهالات، هي بتنفع، بتمسك معدة الفرخ معاكي وبتمسك معدة الطيور معاكي. فالنشا زي ما انا كنت عاملاها معاكم برضو قبل كده، مقلبها لهم في العلف. غير كده ما عملتلهمش اي حاجه. هي ما دام الحيوانه ماشيه معاكي او الطيور ماشيه معاكي، ما تديلهمش اي دواء ولا تديلهم اي حاجه تغير طعمهم. دي يعني لا قدر الله يعني، من في اخر حاجه بقى بنفكر فيها الدواء او اي حاجه نروح نسال عليها في الدكتور البيطري او الصيدليه البيطريه دي او كده، اما يكون الفراخ معاكي او الطيور معاكي فيها حاجه لا قدر الله. الطيور ماشيه معاكي سيبوهم كده اكل وعلف وخلطات من البيت كده بسيطه كده، ما بتضرش بس بتنفع. وان ما نفعتش ما بتضرش، يعني هي حاجات من البيت، ما يعني ايه ما بتخافيش من ايه من اللي انت تحطها ولا حاجه. غير كده يا حبايب قلبي ما بعملش حاجه. اول مشروع مربح ان شاء الله باذن الله يا حبايب قلبي هو مشروع الفراخ البلدي. انتوا عارفين يا حبايب قلبي البيض الوقت غالي، فاللي عايزه بقى تجيب لها شويه فراخ بلدي كده تعملهم مشروع، وتبقى تسيب منهم مثلا 10 فرخات،
يعني حسب الكميه اللي هتبقى تجيبها هتملى عليها البيت خير، ومش هتحتاج اللي هي تشتري، وهتبقى يعني اكتمال، يعني اكتفاء ذاتي زي ما بقولوا. هيبقى عندك حاجتك في بيتك، خيرك في بيتك. هتيجي تبصي تلاقي اللي انت مش محتاجه حاجه خالص. فكلها حاجات بسيطة يا حبايب قلبي اللي احنا بنعملها لهم. بدل ما الطيور ماشية معانا، ربنا يكرمنا ان شاء الله بإذن الله. هما كده يعتبروا اتعشوا. انا بعمل لكم الفيديو ده يا حبايب قلبي يعني المغرب مدا بقاله يجي ساعة اهوت، عشان اقومهم كده. هما اتعشوا وراحوا ناموا كده في الضلمة، يعني في التكنة كده بعيد عن الكهرباء. نجيبهم برضو كده يبقوا ايه، يروحوا كده في الكهرباء كده، تدفيهم هناك كده. اللمبتين انا حطهم لهم اهوت، بس هم عشان انا كنت يعني الجهه التانيه، هم جوا الجهه دي كده. فزي ما انا قلت لك التدفئه اهم حاجه اليومين ده. هم الجو مش متظبط، الجو لسه ساقعه. ما تقوليش الفرخ معانا مثلا شد حلو او كبر شويه او حاجه، لا، لازم التدفئه اهم حاجه. التدفئه للطور بتاعتك، والنشفان الفرشه زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. نشفان الفرشه كده اهو، دي اهم حاجه للطيور بتاعتك. لا يعني عشان ايه؟ بتحمي نفسك وبتحمي الطيور بتاعتك، لان لا قدر الله يعني اي حاجه دلوقتي في الطيور بتعور. يعني اقول يعني العلف غالي، الطيور غاليه. فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا ان شاء الله باذن الله. فربنا ما يخسرش حد، وربنا يا رب يطعم الناس كلها ويرضي الناس كلها يا رب ان شاء الله. وزي ما انا قلت لكم يا حبايب قلبي، هتتعبي شويه، ربنا هيرضيك ان شاء الله باذن الله. واحلى مشروع هو الفراخ البلدي. زي ما انا قلت لك بيبقى اكتفاء ذاتي في الايام الصعبه اللي احنا فيها. يعني البيضه وصلت 6 جنيه ونص و7 جنيه، فلما تجيبي لك فرختين بلدي هم يطلعوا زي مصاريف علفهم. بس هتلاقي حاجه في البيت، يعني لو مزنوقه خالص وما معكيش فلوس هتطلعي هتلاقي خير ربنا عندك موجود. وربنا يا رب يملى بيوتنا بالخير وبالهنا وبالسعد. وادخل شهر رمضان علينا ان شاء الله باذن الله كلتنا مجبورين الخاطر، واخواتنا في فلسطين وجميع انحاء المسلمين يا رب تدخل شهر رمضان علينا بالهنا والخير والسعاده، وما يتزعل حد خالص يا رب ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لكم يا حبايب قلبي، النهارده الفراخ بتاعتنا يعني يعتبر النهارده يعني يوم 27. زي ما انا قلت لكم يعني ايه، بسم الله ما شاء الله. هم هيقفلوا الشهرين يعني كمان 12 يوم كده ان شاء الله باذن الله. فاحجامهم او الاوزان بتاعتهم على السن بتاعهم او على الميعاد بتاعهم ده بسم الله ما شاء الله زي العسل. انا عن نفسي راضيه عنهم وراضيه عن الاوزان بتاعتهم وراضيه عنهم. فربنا يا رب ان شاء الله باذن الله يكملها على خير، وتطلع دوره كده على خير ان شاء الله باذن الله. وما يخسرش حد يا رب ان شاء الله باذن الله. على في التسمين ان شاء الله باذن الله هيفضل معاهم يا حبايب قلب الشهر ده كله خالص. بعد بقى الشهر ان شاء الله نعيشنا ممكن بقى نشوف هجيب لهم دشه، هنشوف برضو يعني. انا اشوف ايه حسب ما هنشوف كده ان شاء الله باذن الله. وانتم معايا الفيديوهات بنزلها لكم اول باول، واللي بعمله الفطور بتاعتي برضو بنزلها لكم اول باول. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلب الفرخه طالعه يعني بسم الله ما شاء الله. قلت لكم اما تكونوا بتربوا فراخ بلدي حاولوا على طول اللي انتوا تبقوا حاطين في المكان حاجه عاليه، لان الفراخ البلدي بتحب اللي هي تطلع تقف في حته عاليه. يعني هم بيحبوا اصلا حتى ما يجوا البيت. زي ما انا قلت لكم احنا الوقت بعد المغرب بساعه نقعدنا بالليل اهوت، فالفراخ بتدور على اي حاجه عاليه كده تطلع تبات عليها. فدي كان يوم معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم وما كنتش بتقل عليكم. زي ما انا قلت لكم الفراخ البلدي مشروع مربح ومشروع بسم الله ما شاء الله يعتبر اكتفاء ذاتي. لو هتحوش منهم جايبه يعني هو مشروع اهوت، وهتحوش منهم حاجه لبيتك يعني تبقى بيض ولا كده بسم الله ما شاء الله، دي برضه هتبقى حاجه حلوه يا حبيبه قلبي. فربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم يا رب، وما يخسرش حد، ويجعل ايامنا كلها هنا وخير ورزق من عند ربنا يا رب ان شاء الله باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يدخل شهر رمضان علينا كده وكل هنا وكل خير يا رب. ودي كان يوم معاكم النهارده يا حبيب قلبي، دي كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. انتظروا مني فيديو ان شاء الله باذن الله بكره. ربنا ما يحرمنيش منكم، والقناه بتاعتي تزيد بالمشتركين كمان وكمان، ويجي عليا نصيب كده اللي ان شاء الله باذن الله اكبر على اليوتيوب بيكم، وما يحرمنيش منكم. ودي كان يوم معاكم النهارده، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.